السلام عليكم. موضوع مهم لازم نسلط الضوء عليه. مثل ما بنشوف قاعدين الشغلات السلبية وبنحط ايدنا عليها مشان ننتبه لها كلياتنا وتنتبه لها الحكومة ونصلحها ونحاول ان شاء الله نبني شيء افضل منها ونعدلها باذن الله. لازم كمان نمدح الشغلات الايجابية، وهذا من باب رد الجميل ونسب يعني نسب الفضل لاهله. تمام؟ فالوزراء بعهد المقبور والمخلوع، عهد الأسدين على أساس سموه عهد الخنازير الاثنين، بعيد عنكم، كان الواحد يحلم إنه يقرب على بيت وزير ولا على سيارة وزير ولا على مكتب وزير أو على وزارة بشكل عام، إلا تكون ابن مسؤول ولا شيء حدا واسطة ولا معك شيء خبر أو ورقة من شيء حدا مسؤول أو ضابط كبير، خاصة من جماعة الساحل. نحكي بكل صراحة يعني. أما بالنسبة للحكومة الجديدة، وزير الصحة فاتح مكتبه يوم بالأسبوع لاستقبال المواطنين شخصيا لحل المعضلات والشكاوى التي آه، تصيبهم. ومو بس هيك، كمان وجه كوزير إلى مديريات الصحة بكل المحافظات السورية إنه يوم واحد بالأسبوع من ساعة كذا لساعة كذا لازم وضروري تستقبلوا المواطنين وتشوفوا همومهم وتحاولوا تحلوا مشاكلهم بالإمكانيات المتاحة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلذلك إنه حلوا مشاكلهم باللي بتقدروا عليه. هاي تعتبر سابقة بالنسبة لسوريا، وبقول لك ما في شيء تغير. لا، تغير في كثير شغلات، تغيرت للأفضل الحمد لله رب العالمين، وفي كثير شغلات لازم نمدحها. مثل ما بننقد السلبي لازم نمدح الإيجابي. ويكفينا إحنا بالحكومة السورية صراحة الوزير اللي هو وزير الكوارث وإدارة الطوارئ، الخلوق رائد الصالح، اللي هو مثال لكل الوزراء المحترمين والمؤدبين والخلوقين، واللي يكفينا صراحة هذا الشخص بهالحكومة إنه شخص موجود فيها. وهذا يعتبر عز وشرف إلنا إنه بنفتخر بهاي الحكومة اللي موجود فيها وزراء مثل هذا الشخص صراحة يعني. على قديش ناضل أيام الخوذ البيضاء، وحاليا قديش عم بيشتغل هو وكل اللي معه رغم كل الإمكانيات البسيطة اللي موجودة. وإن شاء الله نتمنى من الله عز وجل إن شاء الله يتم رفض هاي الوزارة ورفض وزارة الصحة ورفض كل الوزارات الخدمية وغير الخدمية، مشان إنعاش المواطن السوري المكركب صراحة. يعني بكفي عذاب سوري، يعني الشعب السوري والله العظيم بيستاهل إنه يعيش بكرامة، وإن شاء الله هيك إنه يكون صراحة يعني أقل ما فيه على قدر من ال الاحترام لشخصه ولتضحياته، لأنه كل الشعب السوري قدم تضحيات يعني ما بنقدر نقول إنه ما في حدا ما قدم صراحة. يعني نحكي اللي يوالينا من الله مثل ما بنقول نحن. فلذلك إن شاء الله بنقول الله ييسر الأمور ويهدي البال إن شاء الله. وسوريا عم تمشي خطوات كثير ممتازة الحمد لله رب العالمين. سحب العملة 56% صار. حرية الصحافة الحمد لله رب العالمين. سوريا تقدمت على دول عربية ودول خليجية بحرية الصحافة، وهذا شيء يعتبر سابقة. الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن التقني، رغم كل المآسي اللي بتعيشها سوريا والصعوبات اللي عم بيشتغلوا عليها، ولكن الحمد لله رب العالمين الأمور كلها إلى الأمام. وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل يا رب. الله ييسر الأمور، يهدي البال. السلام عليكم.